السلام عليكم ومرحبا بكم أصدقائي. اليوم غادي نهضروا على واحد من أكثر الملفات حساسية وغموضا في المغرب. ملف كيمس كل موظف، كل متقاعد وكل أسرة مغربية بلا استثناء: صندوق الإيداع والتدبير، أو كما يعرف بالسي دي جي. هاد الصندوق اللي كيدير مليارات الدراهم من أموال المغاربة، خصوصا أموال التقاعد، كيبقى واحد من أكثر المؤسسات اللي كتطرح عليها علامات استفهام كبيرة. فين كتمشي هاد الفلوس؟ كيفاش كتستثمر؟ واش فعلا كاينه شفافية، ولا تحول الصندوق إلى خزانة مالية كتمول بها الدولة مشاريعها العملاقة؟ أسئلة كثيرة، واللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليها بهدوء وبالمنطق وبالوثائق اللي متوفرة. تابع معايا حتى الآخر، لأن المعلومات اللي غادي تسمع اليوم ممكن تغير نظرتك تماما لهذا الصندوق الغامض. البداية: تأسس صندوق الإيداع والتدبير سنة 1959 بعد سنوات قليلة من استقلال المغرب، وكان الهدف منه بسيط وواضح: حماية مدخرات المغاربة واستثمارها بأمان لخدمة الاقتصاد الوطني. في البداية كانت مهامه محدودة، كيستقبل الأموال اللي ما عندهاش مالك واضح، بحال ودائق مقاصرين أو المبالغ المتنازع عليها في المحاكم، وكيديرها مؤقتا حتى ترجع لأصحابها. لكن مع مرور الوقت توسعت المهام، تحول الصندوق إلى مؤسسة مالية ضخمة كتشبه بنك الدولة، كيتصرف مليارات الدراهم اللي كتجي من صناديق التقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي وصناديق التوفير. لكن هنا كيبدا السؤال الصعيب: كيفاش كيتصرف الصندوق في أموال التقاعد؟ الجواب: ما كيبقاش داك المال نائم في الخزينة، بل كيتضخ في مشاريع استثمارية ضخمة: العقار، البنية التحتية، الأبناك، الطاقة، الاتصالات والسياحة. يعني ببساطة أموال المتقاعدين كتحرك عجلة الاقتصاد المغربي. لكن المشكل ماشي في الاستثمار نفسه، بل في نوعية الاستثمارات ومردوديتها وشفافيتها. تقارير رسمية كتشير أن جزء كبير من هذه الأموال مشى لمشاريع عقارية وسياحية ما جابتش الأرباح المنتظرة، وبعدها تحول إلى عبء مالي. وهنا كيتطرح السؤال الحقيقي: هل الهدف هو حماية المتقاعدين وضمان معاشاتهم، ولا تمويل مشاريع الدولة وسد العجز المالي؟ الواقع كيبين أن الخط الفاصل بين الهدفين ولا ضبابي بزاف. صندوق الإيداع والتدبير رغم أنه مؤسسة عمومية كيتصرف أحيانا وكأنه الذراع المالي للحكومة. وأما عن الشفافية، فالقانون كيعطي الصندوق استقلالية كبيرة في التسيير، وما كيلزموش يكشف التفاصيل الدقيقة لكل مشروع أو العائدات المالية. كاين تقارير سنوية عامة، ولكن ما كتعطيش الصورة الكاملة. والمواطن المغربي عنده الحق يسول: فين مشات فلوسي؟ شنو الأرباح اللي تحققت؟ وشكون كيراقب فعلا هذا الصندوق الضخم اللي كيتحكم في أموال التقاعد ديال ملايين المغاربة؟ بعض المحللين كيشوفوا أن الدولة فعلا استفدت من هذه الأموال باش تمول مشاريع البنية التحتية وتغطي بعض العجز، وهذا الشيء في الظاهر إيجابي لأنه كيساهم في تنمية البلاد. لكن في العمق كاين اللي كيشوف أن أموال التقاعد ماشي أموال عمومية، بل مدخرات شخصية للموظفين، وخصها تبقى في استثمارات آمنة ومضمونة. تقارير المجلس الأعلى للحسابات تقلمات على ضعف المردودية وغياب تقييم واضح لبعض المشاريع، وهذا الشيء أمر مقلق جدا، لأن أي خسائر في هذا الصندوق تعني ببساطة خطر على مستقبل المتقاعدين وعلى معاشاتهم. تخيل معايا متقاعد خدم 40 عام من عمره كيكتشف في الأخير أن فلوس تقاعده تم توجيهها لمشاريع فاشلة وما بقاتش كافية باش تضمن ليه حياة كريمة بعد التقاعد. مشهد كيحزن وكيخلي أي واحد منا يسول: شكون فعلا كيسهر على هذا الصندوق الضخم اللي كيتحكم في أموال التقاعد ديال ملايين المغاربة؟ وللإنصاف، صندوق الإيداع والتدبير ما يمكنش نقول عليه مؤسسة فاسدة بالضرورة. هو هيكل مالي ضخم ومعقد، فيه نقاط قوة كتيرة: ساهم في مشاريع كبرى، خلق فرص شغل،
مول السكن الاجتماعي ودعم الاستثمار في مجالات حيوية. لكن المشكل كيبقى في الوضوح، الشفافية والمحاسبة. اليوم مع النقاش اللي داير على إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، رجع اسم السيد الجي بقوة للساحة. الإصلاح الحقيقي ما يمكنش يتم إلا إلا كانت كل الوراق فوق الطاولة. فين كيتستثمر أموال التقاعد؟ شنو العائد؟ وشكون كيتحمل المسؤولية في حالة الخسائر؟ الثقة ما تبناش بالشعارات، كتبنى بالأرقام وبالمعلومات الدقيقة وبالمحاسبة الحقيقية. الخلاصة: صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة استراتيجية وعندها وزن اقتصادي كبير، لكن سؤال جوهري كيبقى: من يحمي أموال التقاعد؟ من يضمن أنها تبقى في خدمة المتقاعدين ماشي في خدمة مشاريع الدولة؟ الجواب الحقيقي ما غاديش يجي من البلاغات الرسمية، بل من الشفافية والمحاسبة الحقيقية. فقط فاش غادي يعرف المواطن فين مشات فلوسه وكيفاش كتستثمر، غادي نقدروا نقولوا أننا فعلا غادي في طريق الدولة العادلة والمسؤولة. أصدقائي، شاركوني رأيكم بصراحة. واش كتثقوا في طريقة إدارة أموال التقاعد؟ واش كتظنوا الدولة كتستثمرها بشكل سليم ولا كتستغلها لتمويل مشاريعها؟ كتبوا لي في التعليقات، وخليوا لايك واشتركوا في القناة باش يوصل صوتكم، لأن صوتكم هو القوة الحقيقية اللي تقدر تغير الواقع. وصندوق الضمان الاجتماعي وصناديق التوفير. لكن هنا كيبدا السؤال الصعيب: كيفاش كيتصرف الصندوق في أموال التقاعد؟ الجواب: ما كيبقاش داك المال نائم في الخزينة، بل كيتضخ في مشاريع استثمارية ضخمة: العقار، البنية التحتية، الأبناك، الطاقة، الاتصالات والسياحة. يعني ببساطة أموال المتقاعدين كتحرك عجلة الاقتصاد المغربي. لكن المشكل ماشي في الاستثمار نفسه، بل في نوعية الاستثمارات ومردوديتها وشفافيتها. تقارير رسمية كتشير أن جزء كبير من هذه الأموال مشى لمشاريع عقارية وسياحية ما جابتش الأرباح المنتظرة، وبعدها تحول إلى عبء مالي. وهنا كيتطرح السؤال الحقيقي: هل الهدف هو حماية المتقاعدين وضمان معاشاتهم، ولا تمويل مشاريع الدولة وسد العجز المالي؟ الواقع كيبين أن الخط الفاصل بين الهدفين ولا ضبابي بزاف. صندوق الإيداع والتدبير رغم أنه مؤسسة عمومية كيتصرف أحيانا وكأنه الذراع المالي للحكومة. وأما عن الشفافية، فالقانون كيعطي الصندوق استقلالية كبيرة في التسيير، وما كيلزموش يكشف التفاصيل الدقيقة لكل مشروع أو العائدات المالية. كاين تقارير سنوية عامة، ولكن ما كتعطيش الصورة الكاملة. والمواطن المغربي عنده الحق يسول: فين مشات فلوسي؟ شنو الأرباح اللي تحققت؟ وشكون كيراقب فعلا هذا الصندوق الضخم